السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة كله حماس وطاقة ونشاط وروتين خفيف هنقضيه مع بعض في الشقة الجديدة. يلا مع بعض. أول حاجة عملناها رفعنا فرش الكنب وغسلناه زي ما انتوا شايفين ونشرناه. طبعا احنا ساكنين في دور أرضي وده منور مش بلكونة. نشرنا فرش الكنب زي ما احنا شايفين، كنب بلدي وشقة بسيطة وحاجة كده على قد الحال. اهو بعد ما نشرنا الغسيل دخلنا على الكنب بننفضه. طبعا احنا في مصر ف اي حد قاعد في مكان سواء بتاعه او مش بتاعه لازم بينضفه علشان كلنا بنحب نقعد في نظافة. عايزة اقول فيديوهات الروتين مش فيديوهات تعليمية، كل الناس بتعرف تنظف وتمسح وتعمل كل حاجة، بس هو بيدينا فيديو الروتين بيدينا طاقة وحماس ونشاط. هنتنشط كده مع بعض وننفض ونمسح ونكنس زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما احنا شايفين الشقة بسيطة خالص، بس جوزي بيعارف اصحاب البيت وست البيت الله يكرمها نزلت وسلمت علينا، فده مدينا اطمئنان اكتر ما احسن ما كنا هنروح في مكان تاني ممكن يكون غير ده خالص، او فما كناش هنعرف حد وهنبقى خايفين، لان احنا انا وبنتي اغلب الوقت هنكون مع بعض، وجوزي هينزل البلد علشان شغله ويرجع لنا تاني، فاحنا كده مطمنين علشان الناس اللي هنا عارفيننا واحنا عارفين. يلا كده مع بعض نصلي على النبي ونذكر الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفرك ربي واتوب اليك. كلنا زهقانين من شغل البيت، واللي بتعمليه النهارده بتعمليه بكره، هو الطبيخ والمسيح والكنيس وغسيل المواعين اللي مش بتخلص. احيانا كتير بنبقى قاعدين كده وبصين للحاجه ومكسلين نقوم نعملها، يعني خلاص زهقنا بقى، حاجه بقت ممله. لكن لما بنشوف فيديو روتين بنقوم كده ونتحمس، والواحد بيبقى عنده طاقه ويقوم يجلد الست اللي هي بتنفض وتمسح دي. طبعا المكان ده كان ساكنين فيه شباب طلبة برضو، فانتوا عارفين الأماكن بتاعة الطلبة يعني أماكن الأولاد، حتى في البيوت عندنا الأولاد بيلبسوا ويرموا، بياكلوا ويرموا، كل حاجة بيرموها وخلاص كده، ما عندهمش اسم الترتيب. البقع اللي في الأرض دي مش بقع، ده أسمنت وجبس. طبعا أنا شلت كتير بالسكينة وحاجات كده حديد، كنت بشيل من على البلاط، لأن الحيطان هنا عاملينها صاحب البيت عامل نص الحيطة مبلطة. فطبعا موجعين أسمنت وجبس على الأرض. ادعولنا بس ربنا يكرمنا وربنا يحقق أحلام الشباب اللي اتظلمت في الثانوية العامة، وبنتي منهم، الأولاد والبنات اللي كانوا بيطلعوا من الأوائل. ومش هنقول غير ده، كل حاجة بإرادة الله، واللي فيه الخير محدش عارف الخير فين، فيه الخير يقدمه ربنا، واحنا بنعمل اللي علينا. ربنا يصلح حالهم يا رب. ادي المفرش اللي غسلناها اهي، بلبسها للكنب، ومشيتها خشنة وبتشكشك، والله خشنة كده وفيها حاجة كده بتلمع، مش عارفة. مش مريحة خالص في القعدة القماشة دي، يعني بتسندي عليها كده تلاقي في حاجات بتشوك لأن القماشة خشنة وفيها حاجة كده زي سلك بيلمع، مش فاهمة. المهم يلا كده، اللي ما صلاش على النبي يا جماعة يصلي على النبي معايا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. سبحان الله، ما كانش في الحسبان خالص ان احنا نيجي ولا نعيش هنا ولا خالص خالص،
ولا تدخل الكلية دي ولا أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. سبحان الله. رضيت الله. الحمد لله على كل حال. أنا عن نفسي أي حاجة تيجي بعيد عن الواحد يكون في مرض في البيت، في الأولاد، في جوزك، فيكي، أي حاجة تيجي بعيد عن كده نعمة وفضل ونعمة. يعني لما تحصل أي حاجة بس ولادك يكونوا بصحة وبعافية، يا سلام، ده أكبر كرم من عند ربنا. مفيش أوحش من المرض وذل المرض. ربنا يشفي كل مريض يا رب، وربنا يبعد عنكم الأمراض انتوا وأولادكم جميعا، اللهم آمين. خلاص كده نفضنا وكنسنا ومسحنا، وهنا بقى هنفرش شايفين التلفزيون الصغنن ده؟ هنفرش السفرة. طبعا انا متهيألي ان انقرض التلفزيون ده بقت شاشات كلها، بس هو محطوط ممكن يعمل صوت شوية. غالبا محدش بيفتح التلفزيونات، التليفونات غنت الناس عن التلفزيون. يعني اغلب الوقت بشغله قرآن وبس. الحمد لله على كل حال. يلا اللي ما صلاش على النبي صلى على النبي معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا بلف من ورا الستاند اللي عليه التليفون علشان ما عديش من قدام الكاميرا. بالنسبه لنا في الصعيد السفرة دي بسيط لما حد بيستخدمها، بنستخدمها في العزومات بس. ما حدش بياكل على سفرة اصلا. هي ترابيزه صغيره هي قدامي بناكل عليها وبس. لكن السفرة دي لما يكون في عزومه بقى شكلها حلو كده وهي مرصوص عليها اكل. لكن لما يكونوا فردين مثلا قاعدين بياكلوا في ترابيزة اللي هي الترابيزات الفورمايكا دي، خلاص كده. دي سفرة قديمة طبعا، هو كله خير، اللهم اجعله خير، الحمد لله. في حادثة حصلت في المطبخ. المفرش ده كان عندي في البيت، مش بستخدمه خالص، جبته معايا احتياطه بس، يعني كده قلت ممكن احتاجه. هي حاجة بتنفع. يعني شكلها حلو شوية. انا اسفه جدا انا كنت طولت عليكم الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير. اللي عايز يكمل الفيديو براحته كتر خيره ويشكروا على راسي من فوق، واللي وصل معايا لغايه هنا برضو كتر خيره. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.